فيلمنا بيبدأ في ألاسكا سنة 1925 مع واحد اسمه سبالا، وبيكون راكب عربية على الجليد والكلاب بتجره بيها، لأن دي كانت وسيلة الحركة الوحيدة في الجبال الجليدية. وكان في كلب اسمه توجو، وده كان قائد مجموعة الكلاب. وفجأة سبالا بص وراه، لقى في عاصفة شديدة جدا وغيوم بتقرب من المدينة. فبيروح سبالا المدينة وبيقابل واحد اسمه دان، وبيقول له ان في وباء اسمه ديفتاريا، والوباء ده انتشر في المدينة من اسبوع، و5 ماتوا بسببه و20 اتصابوا، وكان اغلبهم اطفال. وقال له كمان ان الناس كلها متجمعة في المطعم وبيسألوا عليك، فلازم تروح لهم. ولما بيروح لهم سبالا بيلاقي المسؤولين بيتكلموا عن الوباء، وبيقولوا انه هيقضي على اطفال المدينة لو ما اخدوش المصل. والمصل ده موجود في مدينة تانية اسمها فيربانكس، ودي بتكون بعيدة عنهم بأكتر من 1000 كيلو، وإن في طيارة ممكن هي اللي تنقل المصل. بس العاصفة اللي عمالة تقرب من المدينة دي هي اللي عاملة قلق، وساعتها هيكون في خطر كبير على وصول الطيارة. بعد كده بيسألوا سبالا عن العاصفة، فبيقول سبالا إن العاصفة دي قوية جدا. فالعمدة جورج سأله لو رحت جبت المصل ورجعت ممكن تاخد وقت قد إيه؟ قال له سبالا المشكلة هنا مش في الوقت، المشكلة في إن هقدر أروح وارجع أصلا ولا لأ، لأن العاصفة قوية جدا وممكن أروح فيها. وبيقول لهم إنه حاسس إن أحسن طريقة المصل يجي بيها هو عن طريق الطيارة. وبيبص سبالا وراه وبيلاقي العاصفة شكلها صعب جدا وبتقرب من المدينة. وبنشوف دكتور اسمه كيرتس خارج ورا سبالا وبيقول له لو رايح المستشفى خدني في طريقك، وفعلا بيركب معاه. ولما بيوصل سبالا المستشفى بينزل يبص على الأطفال، وبتكون حالتهم وحشة جدا وبيصعبوا عليه جدا. بعد كده بيروح، ولما بيشوف مراته بتسأله انت هتروح تجيب المصل فعلا؟ قال لها لسه معرفش هعمل ايه. بس مراته بتلاحظ انه بيجهز العربية، فبتقوله لو رحت تجيب المصل ما تاخدش الكلب توجو معاك، لانه دلوقتي بقى عنده 12 سنة وكبير جدا وعجز ومش هيستحمل الطريق والمسافة دي كلها وممكن يموت. فسبالا قال لها انه لو ما اخدش توجو كده انا اللي هموت، لان توجو هو قائد الكلاب ومن غيره انا اللي ممكن اموت ومرجعش. وبيقول لها ان شكل الاطفال المصابة في المستشفى كان صعب جدا ومش بيروح من باله. وفجأة الباب خبط عليهم وبيكون جورج العمدة بتاع المدينة، وبيقول له ان المسؤولين في مدينة فيربانكس مش هيبعتوا الطيارة بالمصل لانهم خايفين بسبب العاصفة. فسبالا بيقرر ان هو بنفسه اللي هيروح يجيب المصل. فبتطلع مراته وبتودعه لانها حاسة انها مش هتشوفه تاني. ولما سبالا بيمشي اهل المدينة كلهم بيطلعوا يودعوه وبيشكروه على اللي هيعمله ده. وبنشوف توجو هو بيجري بالكلاب بسرعة شديدة جدا، وسبالا بيتصدم لما بيلاقي العاصفة داخلة عليه خلاص، فبيغطي نفسه كويس وبيدخل جوه العاصفة بشجاعة. وهنا بيفتكر من 12 سنة لما رجع البيت ولقى توجو تعبان ومراته بتعالجه. وسبالا قال لها ساعتها ان توجو تعبان جدا ومش هيستحمل الجو في ألاسكا، لان الضعيف في البلد هنا بيموت. لكن مراته ما صدقتش كلامه وقالت له بكرة تشوف توجو ده هيكبر وهيكون قوي جدا. وساعتها سبالا ما صدقهاش. بس في يوم توجو كان اتعالج خلاص وكبر وقعد يلف حوالين سبالا وكان نشيط جدا. بس سبالا مش بيكون حاسس انه قوي ولا بقى كويس لسه. بس مراته اصرت عليه انه ياخده معاه في العربية. بس سبالا قال لها توجو ده كلب متهور وقصير جدا ومش هيفيدني بحاجة. بس مراته قالت له انه عنده ميزة وهو انه سريع جدا. فبيقول لها سبالا انه اصلا ما ينفعش يشتغل، وقال لها كمان انه هياخده لواحد صاحبه وكان عايز يربي كلب. ساعتها مراته سبالا بتتضايق جدا من كلامه، بس سبالا هداها وقال لها ما تزعليش لان الكلاب اللي عندنا دي مجرد كلاب شغالة بس، وما ينفعش يبقوا صحابنا ولا نحبهم. بعد كده بياخد سبالا توجو وبيديه لفيكتور صاحبه اللي بيحطه في قفص. ومرات سبالا بتكون شايفة ده ومتضايقة جدا ان توجو ماشي وهيسيبهم، وهي كانت متعلقة بيه جدا. بس تاني يوم بيتفاجئوا بفيكتور وهو راجع ومعاه توجو، وبيقول لهم انه تعبه جدا وما كانش عارف يتعامل معاه خالص. ومرات سبالا بتتبسط جدا وبتفرح ان توجو رجع لها تاني. بعد كده بنرجع تاني للحاضر، وسبالا بيكون ماشي على قمة جبل ومش بيكون شايف كويس الطريق بسبب التلج والعاصفة اللي في وشه. والطريق كان منزل والكلاب كانت عمالة تتزحلق وبتجري بسرعة كبيرة وساحبين سبالا معاهم. وهنا سبالا كان بيحاول يوقف العربية قبل ما يقعوا، وبيغرس خطاف حديد في الأرض علشان يقفوا قبل ما يتقلبوا من على الجبل. وبينده على توجو علشان يطلع وينقذ بقية الكلاب، وتوجو بسرعة بيسمع كلامه وبينقذهم. بس بيكتشف إنه توجو مصاب في إيده. وفي طريقهم بيلاقوا بيت، فبيستأذن سبالا أصحاب البيت إنهم يقعدوا عندهم شوية، وصاحبة البيت بتبدأ تعالج توجو من الإصابة. وبنرجع تاني للماضي أيام ما كان توجو لسه طفل صغير، وسبالا كان حابسه في قفص وبيربط باقي الكلاب علشان يمشوا.
وتوجو ساعتها بيشوفهم وبيحزن جدا وبيتجنن وبيكون عايز يخرج بأي طريقة، فبيحفر في الأرض علشان يخرج، وبيشوفوا باقي الكلاب الصغيرة وبيتعلموا منه وبيقعدوا يحفروا هم كمان. وتوجو بينجح انه يحفر لحد ما يخرج فعلا من الناحية التانية وبيجري بسرعة ورا سبالا وبيلحقهم. ولما بيشوفوا سبالا بيتصدم، وساعتها توجو بيشوف الغزلان وبيجري وراهم، والكلاب برضو اللي سايقين عربية سبالا بيجروا ورا توجو ومش بيسمعوا كلام سبالا لحد ما بيوصلوا عند بحيرة، وسبالا وقتها بيقع في المية. ولما بيرجعوا البيت بيقول سبالا لمراته انه ما بقاش قادر يستحمل الكلب توجو ده تاني، لانه شقي جدا ومتهور وبوظ له كل القواعد المحطوطة من زمان اللي كان ممشي الكلاب عليها. وبيلوم مراته وبيقول لها ان كل ده بسبب دلعها الزيادة في توجو. وبياخد سبالا توجو وبيحبسه في المخزن علشان المرة دي ما يعرفش يخرج. وساعتها توجو بيكون هيتجنن ويعمل اي حاجة علشان يخرج، بس الباب مقفول ومفيش مفر، ومش بيكون عارف يحفر علشان يخرج. بس فجأة بيلاقي توجو فتحة صغيرة في السقف بتاع المخزن، وفضل ينط على الرفوف والصناديق لحد ما وصل للفتحة وخرج فعلا، وراح جري ورا سبالا ووصل له فعلا. ولما شافوا سبالا اتصدم ومش بيكون مصدق، فبياخدوا سبالا وبيوديه لست كانت عايزة كلب يحميها من الذئاب، وسبالا بيسيب لها الكلب وبيمشي. وتوجو بيكون عايز يخرج وراهم بأي طريقة وبيتصرف بشقاوة وجنون وبيتعب الست معاه. وفي الآخر بيشوف توجو شباك فبيكسره وبينط منه وبيروح لسبالا، وتوجو بيكون مجروح بسبب الإزاز اللي كسره. وسبالا بيلاقيه برضه هو أول واحد واقف في الصف وعايز يبقى القائد. ولما بتشوف مرات سبالا بتتبسط جدا لما بتحس إن توجو عايز يبقى القائد، وسبالا بيقول لها إنها كان عندها حق وإنه أحسن كلب ممكن يكون قائد. وبنرجع تاني للحاضر، وسبالا بيمشي على بحيرة متجمدة لأنها بتوفر مشي يوم كامل وبتختصر وقت، وهم ماشيين التلج بيتكسر، بس سبالا بيفضل يشجع في الكلاب بتوعه علشان يكملوا في الجري، وفعلا بيعدوا من فوق البحيرة بسلام. وبنشوف ساعتها العمدة وهو بيقول لمرات سبالا إنهم قالوا للمسؤولين في فيربناكس يخلوا واحد اسمه هنري يستنى سبالا بالمصل على حدود المدينة. وسبالا بيقابل هنري فعلا وبيروح معاه البيت وبياخد منه المصل. وتاني يوم سبالا بياخد المصل وبيمشي وبيخاطر من تاني، وبيمشي من فوق البحيرة المتجمدة علشان الوقت، بس البحيرة برضه بتتكسر من تحته، وبرضه بيشجع سبالا الكلاب وتوجو إنهم يجروا بسرعة. بس للأسف الجليد كان بيتكسر بسرعة وبينفصل عن بعضه، والعربية بتخبط في حتة جليد كبيرة، وسبالا كان هيقع في المية خلاص، بس توجو شده على آخر لحظة ولحقه. وقبل ما يوصلوا للشط لقوا نفسهم واقفين على حتة جليد مكسورة وسط المية ومش عارف يوصل للأرض ازاي، فبيدق مسمار في الجليد وبيربط الحبل في توجو وبيرميها على الشط، وبيطلب منه يشد العربية جامد. وتوجو فعلا بيحاول يشد الحبل على قد ما يقدر، وبيقدر انه يقربهم من الشط، والكلاب كلها بتنط وسبالا وراهم. بعد كده بيشكر سبالا توجو لانه انقذهم. بعد كده بيدخلوا في عاصفة قوية جدا، وسبالا مش بيكون شايف حاجة خالص، فبينزل وبيقول لتوجو انه مش شايف كويس بس واثق انه هيوصل لهم. وسبالا ساعتها بيفقد وعيه من التعب، ولما بيفوق بيلاقي توجو نايم جنبه على التلج، وسبالا قال لهم انهم لازم يكملوا والا هيموتوا. وفجأة بيظهر جو صاحب سبالا وبيكتشف ان توجو وداه المكان اللي قاله عليه، وبيدخل سبالا البيت جو وبيدوا المصل لواحد صاحبهم علشان يوصلوا للمدينة. وفعلا المصل بيروح للأطفال، والأطفال كلها بتخف بعد ما بتاخد المصل. وبيرجع سبالا لبيته وهو والكلاب، وبيجي سكان المدينة علشان يشكروه على اللي عمله انه انقذهم. وتاني يوم بيقول سبالا لتوجو انه لازم ينزل علشان عنده شغل، بس مش هيقدر ياخده معاه لانه مصاب. ولما بيمشي سبالا بيشوف توجو من الشباك وبيكون هيتجنن زي زمان علشان يروح لهم، وبيحاول يخرج بأي طريقة، وبيفتح الباب وبيخرج وبيجري ورا سبالا وبيقف بالعربية، وتوجو بيحضن سبالا جامد. وبيفهم سبالا ان توجو ما كانش هدفه انه يبقى قائد بس، وان هدفه الاساسي انه يفضل جنب صاحبه لانه بيحبه جدا ومش هيقدر يسيبه. وبعد فترة توجو بيبقى اب المجموعة جديدة من الكلاب وبيسموها سبالا سيبيريا، وكانت المجموعة دي معروفة بالشجاعة والاخلاص والقوة والذكاء. وتوجو للأسف بيموت بعد مدة، بس بيكمل سبالا مع أطفال توجو وبيفضل محتفظ بيه في قلبه. بكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.